بيبدأ فيلم النهارده مع زوجين جاستن وآلي، وبيكون جاستن عامل مفاجأة لزوجته ومجهز غرفة للطفل اللي جاي لهم في الطريق، وآلي بتفرح جدا وبتوصل عيلتهم على البيت، وبيكونوا عاملين حفلة بمناسبة المولود الجديد. وبتخلص الحفلة وبيتحرك جاستن تاني يوم على المحكمة، وبيكون تم استدعائه عشان يكون من هيئة المحلفين. وبيوصل على المحكمة وبيروح يقعد مع باقي أعضاء هيئة المحلفين، وبيشتغل فيديو وبيعرفهم دورهم هيبقى ايه في المحكمة. وبتكون قضية قتل واحدة اسمها كندل والمتهم اسمه جيمس، وبتسأل القاضي لو حد من هيئة المحلفين بيربطوا أي صلة بالمتهم أو المقتول. أو تقوم واحدة بتقول إن المتهم كان بيركب معاها الأتوبيس، بس بتعرفها القاضي إنه عادي. وبيتكلم جاستن وبيقول إن مراته حامل وهو اللي بيرعاها، وبيسأل لو المحكمة هتطول، فبتطمنه القاضي وبتقول لهم إنهم هيخلصوا على طول. وبتقول لهم القاضي إن عارفة إن محدش فيهم كان عايز يبقى هنا، عشان كده هم أحسن ناس يحكموا في القضية. ويبدأوا المحامين يسألوا أسئلة شخصية عنهم، زي لو عندهم مشاكل مع زوجاتهم وعلى مكان سكنهم وغيره. عنها بتسأل فيس محامية الادعاء جاستن وبتقول له أنت كاتب مجلات صح؟ فبيقول لها اه. فبتسأله لو كتب قبل كده عن محاكمة في جريمة قتل، فبيقول لها إن ده مش تخصصه. فبتقول للقاضي إنه ينفع يحكم في القضية، ومحامي الدفاع ريك كمان بيوافق عليه. وبيرجع جاستن على البيت وبتسأله آلي ايه اللي حصل، فبيقول لها انه اتقبل عشان يحكم في القضيه، وبيكون زعلان. ويروح تاني يوم اول جلسه وبتبدا فيس تحكي لهم عن تفاصيل القضيه، وبتقول ان من سنه يوم 25 اكتوبر المدعي عليه جيمس سايس وحبيبته كندل كارتر بيكونوا قاعدين في حانه بيشربوا، وبيظهر جاستن وهو موجود في نفس الحانه، وبيتخانق جيمس وحبيبته كندل وبتسيب مكانه وبتخرج، وبيحاول يوقفها بس مش بتكون راضيه تتكلم معاه. وبيكون جاستن قاعد في العربيه ومش حاسس باللي بيحصل بره. وبيتكلم ريك محامي الدفاع وبيقول ان اي اتنين بيتخانقوا عادي وبيرجعوا يتصالحوا تاني يوم. ونشوف جاستن وهو قاعد بيعيط وبيكون سايق، وبتجيله رساله وبيركز مع التليفون وبيخبط، وبتعرض فيه الصور لكندل وبتقول انه ضربها بعنف بصخره على دماغها ورماها في النهر. بنرجع لجاستن وبينزل من العربيه وبيلاقي الضرر بسيط، وبيحاول يشوف هو خبط في ايه بس بتكون الدنيا ضلمه. وبيلاقي يافطه مكتوب عليها منطقه عبور غزلان. وبنرجع للمحكمه وبيقول ريك ان جيمس بريء لانه اصلا ما كانش موجود في المكان. وبيروح جاستن الشغل ومش بيكون مركز خالص، وبيبحث عن القضيه وبيبحث كمان عن جرائم القتل بالدهس. وبيدخل عليه عامل نظافه فبيقفل الكمبيوتر وبيروح على البيت وبينام على السرير، وبيقعد يفكر في الحادثه وهل ممكن يكون هو اللي قتل كندل. وبنرجع للمحكمه وبيكون في شاهده على اللي حصل، بتقول انهم شربوا كتير وبعدين بداوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بتخرج كندل وبيحاول جيمس يوقفها بس بتزقه وبتسيبه وبتمشي. وبتكون مصوره الخناقه وبتسالها فيس حصل ايه بعد كده، بتقول لها مشي وراها. وريك بيسالها شفتيه وهو ماشي وراها على الطريق، فبتقول له لا انا دخلت جوه. وبيدخل الشاهد اللي بعده وبيحكي ان هو كان راجع للطريق فشاف واحده ورا على دماغها وكانت ميته. وبيروح ريك بيساله لو هو بيصلك الجبال على طول مش بيحتاج يلبس حذاء رياضي عشان ما يتزحلقش، فبيقول له الشاهد ايوه. فبيوريهم ريك صور رجل كندل وبتكون لابسه جزمه بكعب، فبيسالوا ريك لو هي فقدت توازنها مش ممكن تقع، فبيقول له ايوه جايز. وبيدخل دكتور وبيتكلم بيقول ان الوضعيه اللي وقعت بيها دي لازم يكون حد زقها من فوق، والكاس اللي في الجمجمه حصلت بعدها بس مش عارف ايه هي، وانها اتقتلت. فبيسأل ريك مش ممكن تكون خبطت دماغها في صخره لما وقعت من فوق وده سبب الوفاه، فبيقول له ممكن. وبيدخل الشاهد اللي بعده بيقول له شاف واحد نازل من العربيه على الطريق، وبيكون قصده على جاستن بس مش بيكون شايفه من الضلمه. وبتسال فيس لو الراجل اللي شافه ده موجود هنا في القاعه، وجاستن بينزل وشه والراجل بيشاور على جيمس وبتخلص الجلسه. ويروح جاستن للمحامي داري بيقول انه في اكتوبر اللي فات كان قاعد في حانه وطلب مشروب بس ما شافش المشروب وركب العربيه ومشي، وكانت الدنيا مطره وخبط بالعربيه ونزل بس اتوقع انه خبط في غزاله. فبيقول له رادي فين المشكله، فبيقول له جاستن المشكله ان تم استدعائه في قضيه عشان يكون من ضمن هيئه المحلفين. هو اكتشف انه لقى جثه على نفس الطريق على بعد نص كيلو. فبيصدم لاري بيقول له ان هو طلب مشروب، فبيقول له جاستن انه ما شربهوش. فبيقول له راري اي حد هيسمع مش هيصدق انك ما شربتوش، وهتكون جريمه قتل من الدرجه الاولى وعقوبتها 30 سنه او مؤبد. وبيروحوا تاني يوم للمحكمه وبيستدعوا المتهم جيمس للشهاده، وبيقول القسم وبيسألوا ريك على اللي حصل يوم الجريمه. بيقول له جيمس انه كان خارج مع حبيبته كندل وكانوا خارجين يقضوا وقت مع بعض، بس هي شربت كتير وقعدت تتخانق معاه عشان هو مش راضي انهم ينقلوا ويعيشوا سوا، وبتسيبه وبتخرج. وبيروح وراه بس هي بتسيبه وتمشي، وهو بيمشي وراها شويه بس بيكون الجو وحش فبيركب العربيه، وبيكون في علامه قدامه مكتوب عليها 217 وده بيكون ميلاد بنت اخوه، فده اللي بيخليه يهدى شويه ويرجع للبيت، وانه كان عامل حسابه انه تاني يوم هيشوفها وهيحلوا الخلاف سوا. وبيقول ان هو بيحبها وما يقدرش يعمل فيها كده. بيكون جاستن قاعد متاثر وبيعرض عليهم ريك فيديو يوم الجريمه وبيكون في جيمس وكندل، وبيكون باين العلاقه بينهم تمام وانهم بيحبوا بعض. وجاستن بيكون قاعد متوتر وبيجي الدور على فيس وبتساله بتقول له انت بتقول انك بتحبها صح، ولكن كنتوا خارجين مع بعض وشربتوا وبعدين اتخانقتوا وهي خرجت وسابتك وانت رحت وراها بس في الاخر سبتها لوحدها وهي شاربه والدنيا بتمطر على الطريق في الضلمه. في حد يعمل كده في حد بيحبه؟ وجاستن قاعد بيفكر يعمل ايه. وبيجي اليوم اللي المفروض هيئه المحلفين يحكموا في القضيه، ويبداوا المحامين يتكلموا وبتقول فيس ان جيمس مذنب وانه لازم يتعاقب وانها معاه شهود شافوه في مسرح الجريمه، ويدافع ريك وبيقول ان جيمس بريء وان مستحيل حد يكون شافه لان الدنيا كانت ضلمه وان مفيش سلاح جريمه وكان موجود في المكان. وبتقول فيس انه مذنب وبيقول ريك انهم لازم يحكموا ببراءته لانه بريء. بيجتمعوا هيئه محلفين مع بعض وبتقوم واحده بتقول انها ممكن تبقى الرئيسه بتاعتهم انها عندها خبره، فبيوافقوا كلهم وبيبدا التصويت وكله بيصوت انه مذنب. وجاستن بيقوم يقف عند الشباك ويبقى مش ناقص غير هو وبيسالوه عن رايه، فبيسكت وبيقول لهم احنا في ايدينا حياه شخص ولازم نفكر شويه. فبيبداوا يتخانقوا مع بعض وواحد بيقول مستحيل نتناقش ونطلع كلنا نفس الراي، وواحده من اللي قاعدين بتهديهم وبيكمل جاستن كلامه وبيقول ان مفيش ادله ان هو اللي عمل كده وان مفيش غير شهود ومحدش منهم شاف حاجه. وبيتوافقوا رئيسه هيئه المحلفين الراي وبيتناقشوا عن الشاهد اللي قال ان هو شافه، وبيقول جاستن مستحيل يكون في حد شافه وسط الاجواء دي وانه ممكن يكون شاف حد هناك بس محدش يعرف مين هو.
وبيتكلم لوك ويقول ان الشرطه مسكت جيمس بعد يومين من الحادثه بدون اي دليل، فبيتريق عليه واحد وبيقول له شكلك بتتفرج على التلفزيون كتير، فبيطلع لوك الشاره وبيقول انه كان شغال محقق في جرائم القتل لمده 22 سنه. وبيتكلم لوك وبيقول انهم اقنعوا الشاهد يقول كده عشان مقتنعين انهم مسكوا الراجل الصح. وسال واحد عن اداه الجريمه وبيقول ان ممكن يكون واحد خبطها بالعربيه وجري، فبتوع الكوبايه من ايد جاستن. وبيقول واحد من اللي قاعدين خبطها بالعربيه او ضربها ورماها مفيش فرق، هو كده كده مذنب. ولوك بيقول انا حاسس ان هو مش مذنب، وان المحامي اللي بيدافع عنه المحكمه اللي معيناه وبياخد مبلغ صغير. فبتدخل الشرطيه عليهم وبتقول لهم ان الوقت خلص وان هم هيتقابلوا يوم الاثنين الساعه 9، وبتكون فيس قاعده في المكتب بتاعها وبتجهز لحملتها الدعائيه عشان الانتخابات. وبتدخل عليها الشرطيه وبتقول لسه محدش ياخد قرار. وبيوصل لوك على مسرح الجريمه وبيفحص المكان بنفسه، وبيكون جاستن قاعد بيراقبه من بعيد بس تليفونه بيرن ولوك بياخد باله ويبص عليه، بس تليفون لوك هو كان بيرن وبيتحرك عشان يمشي، وبيشوف عربيه جاستن بس بيكون مستخبي. وبيرجع جاستن للبيت وبتكون آلي قاعده زعلانه منه عشان راحت كشفت عند الدكتور لوحدها وهو ما كانش معاها، فبيتاسف لها وبيقول لها ان المحاكمه طولت وانه قرب يخلص خلاص، بس في 10 مصوتين انه مذنب و2 لا. فبتقول له حاول تقنعهم، فبيعرفها ان هو من الاثنين المعترضين، ويقول لها انه عايز يبيع عربيه بس مش عايز يعرف المشتري انها كانت مخبوطه. وبتروح فيس وبتقعد مع ريك في البار وبيتكلم عن القضيه، وبتقول له فيس ان نهايه المحالفين طولت مع ان كل الادله ضده. فبيقول لها ريك ان جيمس مش مذنب وهو متاكد من كده، فبتقول له اتفائل براحتك وبتجهز اي الحلويات عشان هالوين. وجاستن بيتنقل والباب بيخبط وبيوزعوا على الاطفال الهدايا. وبيجي يوم الجلسه ولوك بيقابل جاستن وبيساله هو ليه كان ماشي وراه بعد المحاكمه، فبيقول له جاستن انه ما ينفعش يحقق في القضيه، فبيقول له انه لازم يعمل كده. وبيكون لوك اتحرى عن كل العربيات اللي اتصلحت بعد الحادثه. بيقول له جاستن هو انت لسه فاكر ان حد خبطها وجري؟ فبيقول له انا متاكد ان في حد خبطها وهرب. وبيقول له انه استبعد من القايمه عربيات كتير وما تبقاش غير 15 عربيه ومن ضمنهم عربيه جاستن. وبياخد جاستن الورق عشان يساعد لوك، بس بيوقعوا عشان الشرطيه تاخد بالها. وفعلا الشرطيه تاخد بالها وبتشوف الورق والقاضي بتستدعيهم وبتقول لهم انهم خالفوا القواعد، بس لوك بيقول لها ان هو اللي عمل كده وبيشيل ده لوحده وبيتم استبعاده من القضيه. وبيشوف لوك فيس بيقول لها ان هي فاهمه القضيه غلط وانها حادثه دعس، فبتقول له الطبيب الشرعي كان هيعرف. وبيسالها لو استجوبوا اي حد مشتبه فيه تاني، فبتقول له احنا عملنا شغلنا، بيقول لها انتوا لو عملتوا شغلكم ما كانش زماننا هنا، وهو ما قتلش البنت. وبتروح فيس مكتبها وبتاخد الورق وبتقعد تبحث عن ال 15 عربيه اللي لوك كان محددهم. وبنرجع لهيئه المحلفين وبيسالوا جاستن عن اللي حصل، فبيعرفوا ان لوك تم استبعاده من القضيه. فبيسالوه عن اللي في الورق، فبيقول لهم ان لوك بيقول ان دي حادثه بالعربيه عشان كده كان جايب كل العربيات اللي تصلحها. وبتتكلم واحده وبتقول ان تشريح الجثه بيقول ان الكتفين مكسورين وان عشان يحصل كده لازم عربيه كبيره تخبطها. فبيسالها جاستن لو هي طبيبه، فبتقول له انها في ثالثه طب، فبيقول لها الخبراء قالوا انها مش حادثه، فبيقولوا له انه ممكن يكونوا اتسرعوا. وبتبدا واحده تسال لو عربيه جيمس فيها اي ضرر، فبيقول لها لو كان فيها ضرر كانت الشرطه كتبت في التقرير. وبيقعدوا يتناقشوا وبيتخانقوا، وبيقوم واحد بيقول ممكن ما يكونش في حد خبطها اصلا وهي وقعت لوحدها، وان الراجل اللي الشاهد شافه ده ممكن يكون راجل كان ماشي على الطريق عادي. وبيصوتوا وبيزيد عدد اللي شايفين ان جاستن مش مذنب. وبتروح فيس وبتلف على اصحاب العربيات اللي موجودين في الورق واللي بيكون مش مشتبه فيه بتمسح اسمه. وبنرجع تاني وبيكونوا عملوا تصويت والنتيجه طلعت 6 شايفين انه مذنب و6 شايفين انه بريء، وبيكونوا تعبوا ومش قادرين يكملوا. وواحد من اللي قاعدين بيقولوا انه مذنب وبيوريهم الوشم اللي بيكون جيمس حاطه على رقبته، بيقول لهم ان ده وشم اكبر عصابات مخدرات وان اخوه كان عنده 14 سنه وعمل الوشم ده وبقى معاهم، وقبل عيد ميلاده 17 مات برصاص طايش. فبيقول له جاستن ان دي مساله شخصيه وان كل الناس بتتغير، وانه عمل حادثه من حوالي 4 سنين وكان مستوى الكحول في جسمه عالي وكان المفروض يكون ميت بس طلع عايش من غير اي خدش، وانه كان عقابه انه يخدم في مدرسه ل3 اسابيع ويعلم الاطفال الكتابه، وانه بعدها اتغير وما بقاش نفس الشخص. فبيرد عليه بيقول له ممكن تكون انت اتغيرت لكن انا عارف الناس دي وان عمرهم ما يتغيروا. وبتظهر فيس في موقع الجريمه وبتعدي عربيه من قدامها بسرعه وبتروح تقعد مع الشاهد اللي انه شاف جيمس، وتساله شاف اليوم ده ولا انه شافه، وان الشرطه جت وورته صوره جيمس وهو اتعرف عليه وكان باين عليهم انهم متاكدين. وبتقوم عشان تمشي فبيسالها لو جيمس فعلا اللي قتل البنت، فبتسكت وتسيبه وبتمشي. وبيتجمعوا تاني يوم ومفيش حد فيهم بيرضى يغير رايه، وبيكون لسه التصويت تعادل. وبيروحوا للقاضي وبيطلبوا منها انهم يزوروا موقع الجريمه عشان ياخدوا قرارهم. فبتسال القاضي المحامين لو عندهم اي اعتراض وبتوافق. وبتروح فيس على بيت جاستن وآلي بتقابلها وبتقعد معاها وبتقول لها فيس انها بتعمل اجراء روتيني وبتراجع العربيات اللي عملت حادثه في اكتوبر اللي فات. وبتسالها عن الحادثه، فبتقول لها ان جوزها جاستن اللي عمل الحادثه وخبط غزاله وان الضرر كان بسيط. فبتسالها عن مكان الحادثه فبتقول لها معمر بريمستون. فبتكتب المعلومات اللي عرفتها وبتمشي ومش بتكون عارفه ان ده جاستن اللي موجود في هيئه المحلفين. وبيروح جاستن يقابل لاري وبيحكي له على تفاصيل المحاكمه، وبيقول له جاستن لسه محدش خد قراره وانه عايز يبرئ جيمس. وبيروح على البيت وبتقابله مراته آلي وبتحكي له ان المدعي العام كانت هنا في البيت واستجوبتها. وبيسالها هو متوتر قالت لها ايه، وبتقول له قلت لها انك خبطت غزاله عند معمر بريمستون. وبتساله لو اخدت الطريق المختصر، وبتساله كمان لو قعد في الحانه، وبتساله كمان لو شرب. فبيفضل ساكت وبيرد بيقول لها ما شربتش. بيقعد يحلف لها وبيقول لها انه راح قعد هناك عشان كان زعلان على طفلهم اللي مات. وبترد آلي وهي منهاره وبتقول انه كان ممكن يتكلم معاها ان هي كمان كانت منهاره وحاسه ان هي المسؤوله. وبتروح فيس وبتقابل ريك وبتقول انها عايزه تقابل جيمس وبيكون مش عايز يتكلم معاها، بس ريك بيقول له ما يقلقش. وبيتكلم معاها وبيقول انه مش مذنب وان هو زعلان على اللي حصل لكندي وانه ندمان انه ما مشيش وراها بالعربيه، لانه لو كان مشي وراها ما كانش زمان كل ده حصل وان كان زمانها لسه عايشه. وبيتحركوا هيئه المحلفين على مسرح الجريمه وبيعدوا على الحانه الاول وبيقف جاستن وبيرجع الماضي وبيشوف نفسه وهو قاعد زعلان وبيقعد يبص للكوبايه بس مش بيشرب، وبيشوف عمليه الحانه وبيحاول يخبي وشه وواحد من الموجودين بياخد باله.
وبيروح عند المعبر وبيروح يتكلم مع نفس الشخص اللي شافه وبيقول له انت مش على بعضك من اول يوم في المحكمه، انت باين عليك بتلعب علينا. وبيكون جاستن خايف لا يكون اتكشف وبيكون هيقع بس بيمسكه وبيقول ممكن يكون متصالح الجبال يكون عنده حق وهي اتزحلقت لوحدها. وبيشاور على جيمس وبيقول له بس الحقير ده سابها هنا في الخندق لوحدها عشان تموت. وبيفتكر جاستن يوم الحادثه وبيكون ماشي بالعربيه وبيشوف جيمس وهو راجع وبيروح تاني يوم على المحكمه وبيكون جاستن مش موجود وبتنادي القاضي على رئيس هيئه المحلفين وبتعرف قرارهم وبتنادي بالحكم وبتقول ان جيمس مذنب. وبيكون ريك مصدوم وبيكون جاستن مع مراته اللي ولدت بنت وبيروح البيت وبينام وبيصحى تاني يوم على صوت عربيات البوليس اللي بيعدوا من قدام بيته وبيروح للجلسه اللي هينتهي فيها بالحكم. وبيكون جاستن حاضر وبيتم الحكم عليه بالمؤبد على جريمه القتل العمد. وبيكون جاستن قاعد منهار وبتشوفه فيس وبتبحث عن زوج آلي وبتتصدم لما بتعرف ان هو جاستن وبتقوم فيس وبتروح له وبيكون قاعد قدام المحكمه وبتوصل لعنده فيس وبيقول لها جاستن شكلك تعبان وبتقول له وانت كمان. بيقول لها اصل انا عندي مولود جديد في البيت فبتقول له مش قصدي على كده فبيبص لها وبيسكت وبعديها بيهنيها على فوزها بالانتخابات وبتقعد تتكلم معاه وبترمي له كلام في النص عشان تبين له انها عارفه الحقيقه وهو بيحاول يتمالك نفسه ويتعامل عادي. وبتقول له واحد بيحاول يحقق العداله بس في الاخر بيكتشف ان المذنب مش مختل عقلي او مجرم. فيقول لها بس ممكن يكون راجل صالح وموضوع كان حادثه وانه عنده عيله كامله بتعتمد عليه زيك بالظبط. تقول له طب والعداله فين؟ فبيقول لها لو حصل الصحافه مش هتسيبك وحد تاني هياخد مكانك وفي مجرم هيخرج وراجل صالح هيتحط في السجن وعيلته هتتدمر. فين العداله في كده؟ وبيسيبها وبيمشي وراح عند قبر كندل وبيحط لها ورد وبيمشي وبتكون فيس قاعده في المكتب زعلانه وبيروح لها ريك وبيديها هديه بمناسبه المنصب الجديد وبيروح جاستن البيت وبيقعد يلعب مع بنته لحد ما الباب بيخبط وبيقوم يفتح الباب بيلاقي فيس في وشه وبيتصدم وبيفضلوا يبصوا لبعض وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.